ليه عضلاتك ما بتكبرش رغم انك بتتمرن صح؟ لو انت بتتمرن بقالك 3 شهور او 6 شهور او حتى سنه وعضلاتك مش بتتطور، فالمشكله مش في جسمك او في جيناتك، في حبه مشاكل انت بتعملهم بتخلي جسمك واقف عن التطور. فده اقول لك عليهم. اول حاجه الحمل التدريجي، الجسم بيتطور لما تضغط عليه بزياده مش لما تكرر نفس المجهود كل يوم. فمثلا الاسبوع اللي فات لو لعبت سكوات 60 كيلو 10 عدات، ونفس الاسبوع ده لعبت 60 كيلو 10 عدات، اديني سبب واحد جسمك يتطور ليه. هنا صدقني عشان الجسم يتطور لازم تزود وزن او عدات او شده في التدريب، وده اسمه الحمل التدريجي، وهو حرفيا قانون النمو العضلي. بس حتى لو بتزود اوزان يمكن ده مش كفايه. النوم، الناس كلها فاكره ان العضلات بتكبر في الجيم، بس الموضوع عكس كده تماما. وانت نايم جسمك بيزود افراز هرمون النمو وبيظبط التستوستيرون، وبيحصل اصلاح للالياف العضليه وانت نايم. بمعنى كده لو انت بتسهر وبتنام اقل من 6 ساعات فبكده تعافي ابطا ونمو ابطا. طيب خلينا نتكلم عن الاكل، وهنا اغلب الناس بتتصدم. الدراسات بتقول ان افضل معدل لبناء العضلات من 1.6 جرام بروتين ل 2.2 جرام بروتين لكل كيلو من وزنك. يعني لو وزنك 80 كيلو فانت ممكن تحتاج من 130 ل 170 جرام بروتين في اليوم، مش 70 ولا 80. انت ممكن تتطور بيهم بس النمو بتاعك هيكون ابطا بشويه. واهم حاجه تركز في الاكل، مش طبق الكشري هو اللي يضخمك، اهم حاجه الخامات اللي في الاكل. ركز على البروتين الحيواني، وركز انك تدخل نسبه كارب كويسه في يومك وعدد سعرات يخليك تضخم او تنشف على حسب الخطه اللي انت ماشي عليها. ناس كتير فاكره انك كل ما تتمرن اكتر النتيجه بتاعتها هتكون اسرع، والكلام ده غلط خالص. لو بتمرن نفس العضله كل يوم او مش بسيب منهم 48 ساعه راحه، في الحاله دي مستوى الكورتيزول بيعلى، ولما مستوى الكورتيزول يعلى فده بيهدم العضله بدل ما يبنيها. ركز، العضله بتحتاج راحه وريكفري عشان تكبر، مش جلد مستمر فيها. احيانا التمرين القليل بيعمل منك بطل ونتيجه كويسه قوي بالنسبه لك. وهنا هننتقل على السبب الخامس، الجسم ذكي جدا. لو بقالك 4 شهور بتلعب بنفس الجدول نفس الترتيب نفس العدات، الجسم مستحيل يتطور. الحل انك تغير الزوايا، تغير التكرارات، تزود اوزان، ارفع اوزان اعلى، وممكن تغير ترتيب التمارين. ده هيفرق معاك بشكل ملحوظ. فانت لو عضلاتك مش بتكبر اسال نفسك الخمس اسئله دول: هل بزود حمل؟ هل بنام كويس من 7 ل 8 ساعات في اليوم؟ هل باكل بروتين كفايه؟ هل بسيب لجسمي راحه كفايه؟ هل بغير الروتين بتاعي ولا انت ماشي زي ما انت وخلاص؟ لو ظبطتهم كويس ومشيت عليهم من 4 ل 6 اسابيع صدقني هتشوف الفرق في جسمك، وهتشوف تطور انت ما كنتش ملاحظه، وهتعرف ان كان فايتك كتير قوي وانك كان لازم تعمل كده من زمان. ولو وصلت لحد هنا فانا احب اشكرك. لو في اي سؤال ممكن تسالوني في الكومنت تحت. ثانك يو فور ايفر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مع السلامه.